عزيزي المشجع الأهلاوي، أنت الآن على نظام الحكم زملكاوي والدوري موجه، ودي مسرحية هزلية، وادوا الدوري للزمالك وريحونا. سبحان الله، ومرة واحدة وبدون أي مقدمات وبقدرة قادر الأهلاوية بيقولوا الحكم زملكاوي والدوري موجه ودي مسرحية وبيب بيب بيب. مع اني سبحانك يا رب لما كان بيطلع واحد زملكاوي يقول ان الحكم ده عنده انتماءات للاهلي وان الكرة دي ما فيهاش احتمال ولا 1% شك ان هي ما تتحسبش للزمالك والحكم ما حسبهاش، كانوا بيطلعوا يردوا علينا ويقولوا ان اخطاء كرة القدم دي جزء لا يتجزأ من متعة كرة القدم، وان مش ممكن ومش معقول ومن المستحيل ان يكون في حكم عنده انتماء والانتماء ده يأثر عليه في الملعب. طبيعي وارد ان الحكم يكون اهلاوي او زملكاوي، بس في الملعب لا، ما عندوش انتماءات. دلوقتي كل المعطيات وكل الحاجات ديت اتقلبت 180 درجة عشان حسوا ان مرة واحدة ان هم اتظلموا في كورة تحتمل الشك، في كوره في حكام بيحسبوها ضربه جزاء وفي حكام ما بيحسبوهاش، وما اتحسبتش في اكبر الدوريات في العالم وعادي جدا ومحدش اعترض ومحدش اتكلم. بس المره واحده الاهلاويه حسوا ان هم اتظلموا، فعمالين بقالنا يومين نسمع صياح غير طبيعي. الحكم زملكاوي ده من كفر الشيخ، ما اعرفش ايه علاقه كفر الشيخ والله بالحكم، يعني مش عارف والله، لو حد عارف يقول لي. الدوري موجه، المسرحيه، الطعميه، ما تفهمش في ايه والله. مره واحده في تاريخهم حسوا بس ان هم اتظلموا. امال على كده الزمالك يعمل ايه والزملكاويه؟ اقسم بالله ده احنا على كده ابطال. ده الزمالك يتعمل له تمثال مرصع بالجواهر. يا جدع ده احنا شفنا حاجات وعدينا حاجات واتظلمنا واتعمل في الزمالك حاجات من الحكام يعني لا يتخيلها عقل، ومع ذلك مكملين وصامدين وصابرين وبناخد بطولات والدنيا زي الفل. انتوا مره واحده حسيتوا بالظلم، بقت المؤامره الكونيه شغاله ضدكم. سبحانك يا رب.